السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. وفي الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن تشكيل النادي الاهلي امام الزمالك غدا، اللي هتكون غدا الاثنين في تمام الساعة 8 مساء على استاد القاهرة 29/9/2025. ونتكلم عن الاصابات اللي ضربت النادي الاهلي او الاخبار اللي طلعت ان في اصابات في النادي الاهلي قبل المواجهة المرتقبة. نتكلم عن تحكيم المباراة، وهنتكلم عن معلقين المباراة. طبعا التشكيل المتوقع اللي ممكن يبدأ به النادي الأهلي خلال المواجهة المرتقبة غدا: في حراسة المرمى محمد الشناوي، أربعة في خط الظهر، ناحية اليمين محمد هاني، ناحية الشمال كوكا، والمفاضلة بين كوكا ومصطفى العش بس الأقرب أحمد نبيل كوكا. اتنين في قلب الدفاع ياسر إبراهيم وياسين مرعي، والتلاتة اللي في نص الملعب مروان عطية ومحمد علي بن رمضان وتريزيجيه. اما الهجوم في كلام طلع اللي انا بتكلمكم فيه، اللي في الساعات او الدقائق الاخيره، ان جراديشار اتصاب ومش هيلحق المباراه. يعني اكتر من موقع موثوق منه طلع وقال ان جراديشار مصاب ومش هيلحق المباراه. مش عارف الكلام ده صحيح او مش صحيح. نفترض اللي هو مش صحيح مثلا. فقلنا محمد علي بن رمضان وتريزيجيه ومروان عطية في نص الملعب. ناحية اليمين في كلام على زيزو، ولو ما كانش زيزو هيلعب حسين الشحات. وناحية الشمال بن شرقي، وفي الهجوم جراديشار. طب لو جراديشار مصاب زي ما بيقولوا او الخبر طلع صحيح خلال الساعات المقبلة، هيبقى محمد شريف خلال بديل جراديشار، وهيبقى بن شرقي، والمفاضلة بين زيزو وحسين الشحات. وفي كلام ان يبدأ بحسين الشحات ناحية الشمال وزيزو ناحية اليمين وبن شرقي مهاجم صريح. فالأقرب يعني إيه يعني، هو التشكيل مش هيخرج عن اللي أنا قلته يعني. ده بالنسبة لتشكيل النادي الأهلي. التحكيم هيبقى تحكيم أسباني. كان الحكم الرابع لمباراة الأهلي وبيراميدز اللي اتغلب فيها النادي الأهلي 2-0 من بيراميدز، كان هو الحكم الرابع في خلال يعني في تشكيلة التحكيم. اما المعلقين، طبعا المباراه هتكون على اون سبورت. القناه الصوتيه الاولى هتكون ايمن الكاشف، والقناه الصوتيه الثانيه بعد عودته ورحيله عن قنوات اون سبورت الى SSC السعوديه، وعودته تاني لقنوات اون سبورت، وهو بلال علامه يكون على القناه الصوتيه الثانيه. وده كان كل أخبار التشكيل والمعلقين وتوقيت المباراة والحكم الأسباني اللي هيدير المباراة خلال المواجهة المرتقبة. طبعا الجمهور هيبقى حاضر، ويبقى إن شاء الله مباراة تليق بالفريقين. وكل التوفيق للفريق النادي الأهلي خلال المواجهة المرتقبة، وإن شاء الله النادي الأهلي سوف يفوز. إن شاء الله الأهلي هيفوز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.